هيقولوا كانت وكانت وكانت، ولا هيقولوا لا دي كانت فاضيه ودماغها فاضيه وما كانتش عندها شغلانه غير النميمه والكلام عن الناس وكانت ست وست وست؟ انه بقى اللي انت تحبي يتقال؟ هل الفل؟ ايه هي العيشه الفل بقى من وجهه نظرك؟ يعني هل انت لما مثلا تجيبي كل حاجه وتطلعي وتنزلي وتسافري وتعملي، هل كده دي بالنسبه لك عيشه فل وهتبقي سعيده؟ طيب هقول لك، لو كانت هي دي العيشه الفل، ليه مارلين مونرو مثلا هي كانت اجمل جميلات وكان معاها فلوس كتيره جدا راحت انتحرت؟ لو هي دي العيشه الفل بقى. بصي، اصل هي عندها قدرات خارقه، اصل هي مولوده وفي بقها معلقه ذهب، مفيش حاجه اسمها كده. بصوا، انت ما تعرفيش ايه اللي هي مرت بيه علشان توصل للحاجه دي. انت شايفه نفسك ايه؟ شايفه نفسك تاكسي ولا عربيه ملاكي؟ يعني ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ساره، والنهارده ان شاء الله هلخص معاكم اول فصل من كتاب سندريلا سيكريت للكاتبه هبه السواح. انا حبيت بصراحه الفكره تكون جديده النهارده لان انا قريت الكتاب وعجبني جدا. كنت قاريه بصراحه من كذا سنه، ف يعني الفتره دي ابتديت ان انا اقرا تاني، فخلصت الفصل الاول. والفصل الاول بصراحه جميل جدا ما شاء الله، وفي استفاده جميله جدا منه، فقلت اشارككم بقى بالفايده وتعم على الجميع ان شاء الله. فتعالوا نقول بسم الله، الصلاه والسلام على رسول الله، ونبتدي نقول ايه هو بقى الكتاب بيقول ايه في الفصل الاول. بصوا بقى، الكتاب في الفصل الاول بيقول لنا انه السعاده، ايه هي السعاده؟ ازاي ابقى سعيده؟ ازاي هوصل للسعاده اللي هي المطلقه؟ فدايما يعني عايزه اقول لكم على حاجه، ما فيش حاجه اسمها سعاده مطلقه مبدئيا كده، بس في سعاده ان شاء الله يعني. فالمشكله بس المسميات اللي احنا بنحطها للسعاده هي دي اللي بتخلي السعاده مختلفه من شخص لتاني. يعني في شخص يكون مثلا مسمى السعاده بالنسبه له انا هبقى سعيد لما اتجوز فارس احلامي مثلا، دي واحده تقول كده. واحده تانية تقول لا انا لما اخس ويبقى شكلي حلو، اظبط جسمي واظبط شكلي، هيبقى ده بالنسبه لي سعاده. في واحدة تانية تقول لما عيالي تبقى تربيتهم سهلة وسريعة كده واقول له لا لا تمام، هي دي السعادة بالنسبة لها، اللي هو بقى عيل بالريموت كنترول. بس فكل واحد من وجهة نظره ان السعادة ليها شكل. في ناس تقول مثلا لو الناس المؤذية او الناس اللي هي الرخمة اللي في حياتي تموت او تختفي، في ناس كده. فكل واحد بيقول السعادة على ايه، على حسب هو بيفكر في السعادة ازاي. فدايما دايما لازم ما نربطش ان احنا المشكله سواء قله فلوس او عيال او يعني مش عارفين نسيطر على العيال، او ان احنا مثلا اتجوزنا جواز غلط او قله فلوس، ان ده يبقى هو سبب تعاستنا. يعني احنا بنحط إن السبب ده هو بقى ده اللي هيخليني تعيس. انا لما بقى ربنا يديني هبقى سعيده، انا لما بقى اتجوز هبقى سعيده. صدقيني لا، لو انت مش هتبقي سعيده وانت كده بكل حالتك اللي انت فيها، بكل احوالك اللي انت فيها، سواء متجوزه او مش متجوزه، مخلفه مش مخلفه، معاكي فلوس معاكيش فلوس، السعاده ملهاش علاقه خالص. لان في ناس بسطة جدا بتبقى سعيده قوي وما بيبقاش معاهم غير مثلا يعني ايه الحاجه اللي هي يا دوب عايشين بس مبسوطين، بتلاقيهم فعلا بيضحكوا من قلبهم. ليه؟ لان السعاده دي بتيجي من جوه، ما بتجيش من الماده. وانا مش عايزاكم برضو تربطوا ان بقى لما ابقى فقيره هبقى سعيده، لان في ناس بتربط السعاده بالفقر. لا، ده غلط. احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول ان السعاده مش شرط تكون في الفلوس الكتيره. اي نعم الفلوس بتسهل الحياه وبتبقى افضل طبعا، بس انت لما تربطي قيمتك بالفلوس وقيمه حياتك ان هي هتبقى سعيده بالفلوس، مش هتبقى حياتك سعيده عمرها. تمام. وفي ناس تقدر تسعد نفسها برغم قله الفلوس، وهذا اللي انا عايزه اوصله. تمام. فالفكره كلها ان انا مربطش قيمتي بقيمه الحاجه اللي عندي. يعني انا لما اعيش كده في الحياه، انا ربنا سبحانه وتعالى جايبني ليه في الحياه؟ انا ايه سبب ان انا ربنا سبحانه وتعالى جابني الارض؟ علشان ايه؟ لازم تسالي نفسك السؤال ده. ايه قيمتي في الحياه؟ ايه القيمه اللي انا بقدمها؟ ايه اللي لو انا مت يعني بعد عمر طويل هيقولوا ايه؟ هيقولوا كانت وكانت وكانت، ولا هيقولوا لا دي كانت فاضيه ودماغها فاضيه وما كانتش عندها شغلانه غير النميمه والكلام عن الناس وكانت ست وست وست؟ انه بقى اللي انت تحبي يتقال؟ هل انت عملتي للحظه دي؟ هل انت قدمتي للحظه دي؟ ولا انت بس عايشه الحياه كده سبهلله؟ فهي دي الفكره.
فعمر ما في بني ادم هيدخل ويوصل لمسمى السعاده او يوصل للحياه السعيده فعلا غير لما هو يعرف هو ربنا سبحانه وتعالى جايبه ليه، وانتي مفترض مطلوب منك في الحياه ايه. الحاجتين دول لازم تعرفيهم. و الكاتبة برضو قالت انه العيشة الفل. ايه هي العيشة الفل بقى من وجهة نظرك؟ يعني هل انت لما مثلا تجيبي كل حاجة وتطلعي وتنزلي وتسافري وتعملي، هل كده دي بالنسبة لك عيشة فل وهتبقي سعيدة؟ طيب هقولك، لو كانت هي دي العيشة الفل، ليه مارلين مونرو مثلا هي كانت اجمل جميلات وكان معاها فلوس كتيرة جدا راحت انتحرت؟ لو هي دي العيشة الفل بقى والرفاهية اللي هي مفيش حد بعد كده، وعندها كل الناس بتحبها وكل حاجة تعتبر بالنسبة لمسميات السعادة عند بعض الناس، طب ليه انتحرت؟ فهي دي الفكرة. فالعيشة الفل او العيشة الراضية او العيشة الحلوة او اللي فيها سعادة ملهاش دخل بان احنا يكون في فلوس زيادة، في فقر، في كل دي اسباب. طيب احنا عايزين بقى نعرف ايه هي العيشة الفل او ايه مفتاح العيشة الفل. زي ما هي قالت الكاتبة كده ان العيشة الفل ليها مفتاح. تمام. طيب المفتاح هو انا والحياة. لا جوزك ولا عيالك ولا شغلك ولا حاجة في الدنيا خالص هتخليكي تعيشي عيشة فل غير لو انت قررتي ان انت تبقي عايشة عيشة فل. يعني ايه؟ يعني انت لازم تعرفي ايه معنى حياتك، انت ايه القيمة اللي انت تقدري تقدميها. بصي، من غير ما تقارني نفسك بحد مشهور مثلا او هي وصلت وانا ما وصلتش. وبصي، اصل هي عندها قدرات خارقة، اصل هي مولودة وفي بقها معلقة ذهب. مفيش حاجة اسمها كده. بصوا، انتي ما تعرفيش ايه اللي هي مرت بيه علشان توصل للحاجة دي. فدايما دايما اعرفي قيمة حياتك، واعرفي ان انتي ربنا سبحانه وتعالى خلقك فريدة من نوعك. يعني ايه؟ يعني انتي لا حد عنده بصمة صوتك ولا حد عنده بصمة صباعك ولا حد يقدر يعمل اللي انتي بتعمليه. يعني في حاجة لازم ربنا سبحانه وتعالى عدل، يعني بيعدل بين عباده. فسبحان الله، يعني لازم يبقى في حاجة كويسة فيكي انتي لسه ما اكتشفتيهاش، دي مشكلتك. لكن ربنا سبحانه وتعالى لازم يكون ادالك حاجة انت مميزة بيها، لازم انت تكتشفيها بقى. هي دي اللي هتفرقك عن اي حد، وهي دي اللي هتخليكي تبقي فعلا تكتشفي ازاي ان الحياة جميلة، وازاي تأدي دورك فعلا على اكمل وجه. يعني ايه؟ دورك كأم، كزوجة، كأخت، كبنت، كطالبة، اي ما يكن دورك في الحياة، يعني سبحان الله لازم تأديه على اكمل وجه. لان هي الفكرة كلها انه احنا جايين الحياة عشان في غاية من حياتنا. لازم ده السؤال اللي انت تسأليه لنفسك. ايه هي الغاية اللي ربنا سبحانه وتعالى جابني الحياة علشان انا اعملها؟ انا جاية الحياة ليه؟ فانت الوحيدة اللي تقدري تجاوبي على ده، محدش هيقدر يجاوب لك. ما ولا تسألي اسألي ربنا سبحانه وتعالى. لو انت حاسة ان انت مش عارفة توصلي، اسألي ربنا سبحانه وتعالى. فهي دي الفكرة اللي هتخليكي تعيشي عيشة فل فعلا، ان انت تعرفي ايه هي الحياة، يعني ايه المفروض ان انت تقدميه في الحياة، وهو ده اللي يحسسك ان انت ذات قيمة في الحياة، فهو ده اللي هيجلب لك السعادة. تمام. هنيجي لسؤال تاني الكاتبة كانت بتسأله، وده عجبني جدا. يعني هو كتمثيل كده انت شايفة نفسك ايه؟ شايفة نفسك تاكسي ولا عربية ملاكي؟ يعني ايه؟ يعني ببساطة التاكسي هو بيبقى متأجر عند حد، صح؟ انت بتبقي شغالة عند حد، يعني ايه؟ هي مش ملكك التاكسي. فانت التاكسي اللي معاكي ده بتحافظي عليه، بتخلي بالك، بتحطي له بنزين لما يحتاج، بتمشي بيه كويس بالراحة، ما بتروحيش بيه في مطبات مثلا عشان ما بتحافظي عليه. تمام. فبيحصل ايه بقى؟ ان انت بتفضلي مكملة في الشغل بتاعك، وبتاخدي برضو اللي انت مفترض تاخديه اخر الشهر. الفكرة بقى كلها انك انت لو محافظة على التاكسي هيعرف يمشي معاكي كويس. بس لو انت مش محافظة على التاكسي هيحصل ايه؟ هيبوظ منك وهيعمل مشاكل، وهيبقى كل شوية هتدفعي عليه غرامات اكتر. فهي دي الفكرة، ان انت شايفة نفسك تاكسي. يعني ايه قلنا؟ يعني انت مش ملك نفسك. تمام. ولا عربية ملاكي. يعني ايه عربية ملاكي بقى؟ بصي بقى، انه انا لو شايفة نفسي عربية ملاكي، ان انا ملك نفسي عادي، ان انا اروح بيها مطرح ما اروح، احط لها بنزين ما احطش، امشي بيها بالجامد وابوظها. المهم يعني ايه؟ ههتم بيها، انضفها او اسيبها مبهدله وعادي التراب يجي عليها، وعادي تتبهدل. لو اتضربت ضربه خفيفه ما اروحش اعالجها واظبطها، لا بسيبها بقى ومبوظاها. في الاخر هي بتاعتي، محدش هيجي يسالني انت عملتي كده ليه. انما التاكسي طبعا صاحب التاكسي هيخصم منك وهيقولك انت ليه عملتي كده، وهتتعاقبي على الحاجه اللي انت عملتيها ويخصم لك، والقصه دي. تمام.
فهي الفكرة في ايه بقى؟ تشبيه بقى، ان احنا نشبه الكلام ده بحياتنا. يعني ايه؟ يعني حياتك وجسمك ده هو التاكسي او العربية الملاكي. لو هو انت شايفاه تاكسي وهتاخدي المسؤولية الكاملة عن التاكسي، اللي هو الجسم اللي ربنا وهبهولك، تاكلي الاكل الصح اللي ربنا اداهولك علشان ما تتخنيش وترجعي تقولي انا زاد وزني وشكلي عمل كده. وكلنا طبعا بنعاني من القصة دي، بس احنا في الفرق ما بين اللي بيحاول يمشي يصلح في الحياة وما بين اللي سايق فيها ومكبر دماغه. فانت شايفه نفسك انك انت التاكسي ده انت المسؤوله عنه، انت شايفه ان انت مسؤوله عن جسمك، مسؤوله عن فعلا بتعملي رياضه مثلا، او بتحاولي حتى ان انت تعملي رياضه وتفضي وقت للرياضه. هل انت بتخلي بالك من حياتك وعارفه كل ادوارك في الحياه، عارفه انك انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى فيها، او تعملي اللي ربنا يقدرك عليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بتحاولي في انك انت كل جانب من الجوانب الحياه دي انك انت تظبطي ان شاء الله 10% في كل حاجه، ولا انت سايباها كده سبهلله وتيجي زي ما تيجي؟ فهي دي الفكره، انك انت تاخدي المسؤوليه عن حياتك. فهو ده التاكسي، انك انت ومين صاحب التاكسي؟ ولله المثل الاعلى هو ربنا سبحانه وتعالى. انه ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الجسد اللي انت فيه، وصاحب الحياه اللي هو مديها لك اصلا، وهبك الحياه دي. فربنا سبحانه وتعالى هيجي يسالك انت جسمك ده انا اديتك حاجات كويسه واكل كويس طيبات، انت ليه ما اكلتيش الحاجات الطيبه ورحتي للحاجات اللي مش كويسه؟ ومش قصدي طبعا الطيبات اللي هو نظام العوضي لا، انا قصدي الاكل الطيب اللي هو طالع من الارض، اللي هو خضار فاكهه حاجات كويسه، مش معلبات وحاجات مصنعات والناس هي اللي عملتها. هو ده قصدي بالاكل الطيب، مش ما تفهمش غلط. فهل انت رحتي لده ولا رحتي للاكل الغلط؟ هي دي الفكره. طيب انا اديتك حياتك، هل انت فضلتي تندبي وما عملتيش حاجه في حياتك؟ وما شفتيش حتى انت تقدري تعملي ايه وحاولتي تعمليه وفشلتي ورجعتي حاولتي تاني؟ ما حاولتيش خالص. طيب يبقى انت هتقولي ايه لربنا؟ حضري بقى اجوبه للاسئله دي، فهماني؟ بس لو انت كمان في ناس طبعا اللي هي عامله بتاخد حياتها كملاكي. يعني ايه؟ يعني العربيه بتاعتها هتبوظها وهتدغدغها وهتعمل فيها اللي تعمله وتسيبها مطربه، كده كده ايه؟ هي صاحبه العربيه، فمش مشكله، مكبرين دماغهم من الاخر. يعني عايشين الحياه اللي هي الفل بقى، ومكبرين دماغهم خالص ومفكرين ان دي الحياه الفل، بس عمرهم ما هيبقوا سعداء. ليه؟ لان في ربنا سبحانه وتعالى بالفطره كده خلقنا ان احنا ايه؟ بنحس كده بالحاجه الغلط. العيل وهو صغير لما بيكون رايح يعمل الغلط بيبقى عارف ان انا لا، دي الحاجه دي غلط لما اعملها، وبيبصلك كده ويروح يعملها، فهو عارف هو يعمل غلط. فهي كذلك الحياه، انت بالفطره كده لما بتعملي حاجه غلط تبقي عارفه ان الحاجه دي غلط وبتمشي فيها، فعشان كده بتاخدي ايه؟ نتيجه الحاجه الوحشه اللي هتاخديها، يعني كجزاء للحاجه الوحشه اللي انت عملتيها او الحاجه اللي مشيتيش على القواعد. فهي دي الفكرة، انه انت عشتي بسبهلله هتاخدي نتيجة ده، عشتي وانك انت فعلا مسؤولة عن حياتك هتاخدي نتيجة ده. فانت في الاخر الاختيار يرجع لك، انت اللي هتختاري وانت اللي هتتحملي نتيجة الاختيار، سواء اخترتي التاكسي او اخترتي ايه؟ العربية الملاكي. اتمنى اكون وصلت لكم الفكرة يعني بطريقة كويسة. وفي نقطة كمان، انك انت لازم تعرفي التاكسي ده ايه امكانياته، يقدر يمشي مسافة قد ايه، يقدر مثلا ايه هيقف عند كده. هل انت واخداها عشان استغلتيه صح واستغلتي الامكانيات دي صح، ولا انت اخدتيه عشان تتبسطي وتتمشي ومن غير هدف واضح ولا حاجه، وممكن تركنيه لغايه لما يصدي؟ فهي دي الفكره برضو. يعني كله الكلام طالع في ايه؟ في انك فكره انك انت الحاجه اللي هتعمليها هترجع لك. فانت قدمي الحاجه الكويسه وحاولي ان انت تبقي مسؤوله، علشان انت كل ما انت تحملتي مسؤوليه حياتك كل ما الموضوع بعد كده بقى احسن، وهتبقى بعد كده اللي جاي احسن واللي جاي احسن. هكذا احنا طول ما احنا عايشين بنحسن وبنعدل وبنشوف ايه اللي نقدر نعمله في ده وايه اللي اي نعم بنغلط وبنغلط كتير، بس ما تخليش ان تقديرك لنفسك او انك انت شايفه ان انت ما تقدريش او كده تاخديه من حد او تاخديه من المجتمع او تاخدي من ان فلانه عملت وانا ما قدرتش اعمل. لا، انت بتاخدي تقديرك من ربنا سبحانه وتعالى. انت ايه الغلطات اللي في حياتك عملتيها وبناء عليه قررتي ان انا واحده فاشله؟ ما كل الناس بتغلط، سوري بتغلط. يعني مش انتي اول واحده هتغلط ولا اخر واحده هتغلط، فطبيعي ان احنا بنغلط وبنرجع بنغلط وبنرجع. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان الله يحب اللي هو انا مش عايزه اغلط بس عشان مش حافظه بصراحه، الخطائين التوابين، صح كده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبه، تخطئي وتتوبي وتخطئي وتتوبي، تمام؟ وخير الخطائين التوابين، الحمد لله جد، تمام.
فاسالي اسالي نفسك كده، انا ليه ربنا خلقني؟ علشان اعمل ايه؟ طيب في وقت فراغي بعمل ايه؟ مع مثلا لو متزوجة مع زوجي بعمل ايه؟ مع عيالي بعمل ايه؟ اهم حاجة كمان مع نفسي، اولا انا بعمل ايه مع نفسي؟ هل انا مهتمة بنفسي؟ هل انا بحب نفسي؟ هل انا بقدم لنفسي الرعاية الكويسة؟ هل انا باكل الاكل الكويس اللي يفيدني؟ مش رجيم، ما بتكلمش عن الرجيم بس، هل انا باكل الاكل اللي ينفعني؟ هل انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل جسمي ان هو يبقى صحته كويسه ويشيلني لقدام، لان هو ده التاكسي يعني اللي هيشيلك بعد كده. انت حافظتي على التاكسي هيعرف يمشي بيكي، ما حافظتيش هتمرضي وهتعرفي مش هتعرفي تمشي على رجليكي وهتبقى حياتك صعبه، لان انت ما قدمتيش للتاكسي ده حاجه، انت فضلتي مهمله مهمله مهمله، وفي الاخر ايه؟ محتاجه مستنيه ان هو يشيلك. بقى هيشيلك ازاي؟ ما هو انت سبتيه لغايه لما صدى. فهمتوني؟ فهي الفكره كده، انت هتراعي نفسك دلوقتي، نفسك هتراعيكي لما تكبري، هتخلي بالك وتعملي عضل من دلوقتي وتحاولي. انا بقول الكلام ده لنفسي معاكم والله، انا مش يعني خلاص انا بحاول على قد ما اقدر والله ان انا برضو اظبط نفسي شويه في الاكل، اظبط نفسي في الرياضه على حسب اللي تقدري عليه. مش تموتي نفسك في الحاجه، لا، بس تحاولي ان انت يبقى دايما في حاله تحسين من الحياه، تحسين من الحياه، عشان ايه؟ ربنا شايف ده وربنا هيكافئك عليه. تمام؟ بس ما تسيبيش نفسك لغايه لما توصلي لمرحله صعبه وبعد كده تقولي لا انا تعبانه، انا مريضه، انا ربنا عمل فيا. ربنا ما عملش فيكي حاجه وحشه، هو ربنا سبحانه وتعالى لا ياتي الا بالخير. فانت اللي هتعمليه دلوقتي هتلاقيه قدام. والله عملتي صنفرت التاكسي وخليتيه ماشي كويس وخليتي بالك منه وعملتي الحاجات اللي ينفع تتعمل ومشيتي كويس، هيشيلك بعدين لقدام. ما عملتيش كده خلاص، انت اللي جنيتي على نفسك. تمام؟ ولازم تبقي عارفه انت ايه وجهتك اللي رايحاها بالتاكسي ده. يعني انت ماشيه كده وخلاص في الحياه، مفيش هدف، مفيش غايه من الحياه، ما ينفعش. احنا لازم لما بنركب العربيه مثلا او بنوقف تاكسي بنقول له ايه؟ انا عايزه اروح على البحر، انا عايزه اروح المطعم الفلاني، انا عايزه اروح المكان العلاني. انا ببقى ايه؟ محدده وجهه نظري انا رايحه فين. فانتي في حياتك عامه مش عامله خطه لحياتك، مش عامله رؤيه واضحه لحياتك. انا رايحه فين؟ انا بعد سنه من هنا هبقى فين؟ طب انا بعد 5 سنين انا هوصل فين؟ هي دي الفكره، انه حياتك يعني انت اعتبري نفسك كده تاكسي فعلا ورايحه وجهه معينه. الوجهه اللي انت هتوصليها دي اللي انت عايزاها، او انك انت ركبتي التاكسي ويلا بينا امشي بقى، يمشي بقى يوديكي مطرح، يوديكي الصحراء، يوديكي في حته، يدخل في البحر بقى، انت ونصيبك. تمام؟ فهي دي الفكره اللي انا عايزه اوصلها لك، انك لما تحددي وجهتك وتحددي اهدافك وتشوفي اهم حاجه لما تيجي تحددي وجهه نظرك، يعني انك انت رايحه فين، الوجهه اللي انت رايحاها، تبقي عارفه انك فعلا الحاجه دي انا اللي عايزاها، طالعه من جوايا. انا مش مثلا شفت المشهوره الفلانيه فانا لازم ابقى زيها او اعمل زيها، دي كارثه. انا هشوف انا عايزه اعمل ايه، انا عايزه اوصل فين، هو ده اللي انا اجري وراه. لكن لا بقلد فلانه ولا بقلد علانه، انا بشوف الحاجه اللي فعلا انا عايزاها. لانك لو عملتي حاجه حد عملها قبلك والفكره عجبتك، لما توصلي مش هتعجبك النتيجه، لان ما كانتش انت اللي عايزاها، انت كنت بتقلدي وانت مش حاسه. فدايما خلي هدفك واضح، خلي وجهتك واضحه، انت عايزه توصلي لايه فعلا. هل فعلا الحاجه دي لما توصلي لها هتبقي فخوره بنفسك، هتبقي مبسوطه؟ فدايما حددي وجهتك في الحياه وما تمشيهاش كده وخلاص زي اللي بيمشوها يعني، وزي ما تيجي ماشي. ف كده يعني، فخليكي واضحه ومحدده ويكون عندك رؤيه واضحه. فده عايزه اقول لك ان ده الفرق ما بيننا وما بين الناس اللي عايشه يعني اللي عيشه فل وعايشه عارفه هي عايزه ايه كويس جدا، وما بين الناس اللي هي ماشيه كده وخلاص في الحياه ماشيينها بالبركه. فانت بقى شوفي انت امكانيات التاكسي اللي معاكي زي ما قلت لك، وشوفي الوجهه بتاعتك هتوصلك لفين. تمام؟ واعرفي دايما ان كل واحد فينا راكب تاكسي مختلف، يعني ما تقارنيش نفسك بقدرات حد تاني ولا حد وصل وانت لسه ما وصلتيش. انت ما تعرفيش فلانه الفلانيه اللي انت بتقارني نفسك بيها دي وهي وصلت دلوقتي وهي مشهوره وهي عندها وعندها وعندها، ما تعرفيش البلاوي اللي عدت بيها او البلاوي الموجوده عندها حاليا. انت لو ادوكي الباكج كامله بتاعتها كده بتاعت حياتها هتقولي لا خدوها، انا مش عايزه، انا عايزه حياتي. تمام؟ فدايما ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش. انت العمل اللي هتعمليه او الشغل اللي هتشتغليه في حياتك او الاجتهاد اللي انت بتجتهديه هتوصلي له، لازم. ده ربنا سبحانه وتعالى قال كده، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فمش بس مثلا هيتشاف، لا، ده انت هيتشاف وهتتجازي عليه، سواء انت عرفتي الجزاء ده جه في ايه او لا. يعني ممكن انت ربنا يديلك حاجات، يعني هقول لكم مثلا ان انت مثلا تبقي بتسعي في الحياه في جهه مثلا تشتغلي شغل وما يجيلكيش حاجه من الشغل ده خالص، فتقولي انا كده سعي رايح مفيش حاجه بتجيلي. لا، ممكن ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك الرزق اللي هو مفترض هتاخديه من الشغل ده من ناحيه تانية،
او يتفتح لك باب تاني، هو ده اللي يجيب لك الرزق. مش شرط ان انت الحته اللي انت بتسعي فيها ومقطعه نفسك عليها دي هي اللي هتدخل لك الرزق. فدايما اعرفي ان اي حاجه انت هتعمليها ولو مثقال حبه من خردل، ربنا سبحانه وتعالى بيحسبها. ربنا سبحانه وتعالى مش بيضيع عليكي مقدار حبه خردل، فهيضيع عليكي ايه؟ لو الناس ما قدرتش هو مقدر، لو اي حد مش شايفك هو ربنا سبحانه وتعالى شايفك. فدايما دايما استعيني بالله واعرفي ان سبحان الله ربنا اداكي قيمه كبيره، فما تقارنيش نفسك بقدرات حد وان هو وصل وانا ما وصلتش. انت دلوقتي زي ما بيقولوا كده ايه، انت في مرحله وضع البذور، هو في مرحله الحصاد. فما تقارنيش موسم حصاد الاخرين بموسم ان انت لسه يا دوب بتحطي البذره. انت عايزه البذره وتنط تطير تطلع، مش هينفع. لازم تاخد يعني تسقيها، ولازم تخلي بالك منها، وتخلي بالك لما الشمس مش عارفه تكون ايه لازم تخلي بالك مره كده ومره كده. ففي في كتير تعب على النبته الصغيره عشان تبقى زرعه كبيره، صح؟ فهي دي الفكره نفسها، انك انت ما تفتكريش ان انت هتعملي حاجه هوب كده خلاص هتطيري توصلي، لا. في حاجه اسمها ان انا اسعى، وان انا شايفه ان ربنا سبحانه وتعالى شايف الحاجه دي. ماليش دعوه بقى الناس قدرت ده او ما قدرتش ده، ربنا سبحانه وتعالى مقدر وربنا شايف ده وربنا هيديهولي. مش شرط من نفس المكان اللي انا بسعى فيه، ممكن يكون من مكان تاني واحسن وافضل انت مش شايفاه. فدايما شوفي ظروف حياتك، واعرفي ربنا سبحانه وتعالى عايز منك ايه في كل مرحله انت بتمر بيها. يعني ال الاجابه على كل الاسئله دي هتبقى عندك. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيغير لك حياتك لما انت تبقي عايزه تغيري ده. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانت شوفي انت هتبداي تعملي ايه عشان حياتك تتغير، ايه اللي انت تقدري عليه. مش عارفه، زي ما قلت لك اسالي ربنا سبحانه وتعالى، ادعي ربنا قولي يا رب ساعدني، انا ايه القيمه يا رب اللي انا اقدر اقدمها، يا رب انا ايه القيمه من ايه الفايده من حياتي، انا ممكن اعمل ايه ويبقى ده مصدر سعادتي او ده الحاجه الكويسه اللي انا اعملها. فده ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي يقدر يجاوبك عليه. وانك تسالي نفسك وتقعدي مع نفسك وتكتبي، دوني دايما واكتبي وشوفي ايه الحاجات اللي هتطلع معاكي في الكتابه. يعني التدوين من اهم الحاجات الجميله جدا اللي بتفرغ مخك كمان من الحاجات السلبيه اللي فيه، اللي طول اليوم بنتعرض لها طبعا، او المواقف القديمه السلبيه او كده. فالتدوين من الحاجات الجميله جدا اللي هتفرق معاكي جدا. تمام. فاسالي ربنا سبحانه وتعالى، استعيني بالله كده وهتعرفي اجابه السؤال. ولازم تراقبي نفسك. تراقبي نفسك ليه؟ علشان تعرفي دايما ايه اللي بيأثر في مشاعرك وتصرفاتك وافكارك. يعني انت بتبني قراراتك في الحياه على اساس واعي، ولا كده وخلاص انت ماشياها كده بالبركه؟ فاعرفي دايما ايه اللي بيحرك مشاعرك، ايه اللي بيضايقك، ايه اللي بتحبيه، ايه اللي بيسعدك. يعني لو انت القاعده مع اهلك مثلا والقعده مثلا في البلكونه وتشربوا شويه شاي وحاجات يعني كده ونسه وضحك وكده، ده بيسعدك. فانت اعرفي ايه الحاجات اللي فعلا بتسعدك واعمليها. فده لازم تراقبي نفسك فيه عشان تعرفي. مش هتعرفي ابدا انت ايه اللي بيسعدك غير لو راقبتي نفسك وشفتي فعلا ان الحاجه دي من جواكي بتفرحي، قلبك بيفرح من جوه وبتضحكي فعلا من قلبك وانت بتعمليها. وصدقيني لما انت تعرفي وتراقبي الحاجه دي، ده هينعكس بالتالي على علاقتك مع اي حد قدامك، سواء زوجك سواء عيالك سواء اي حاجه، كل علاقاتك في الحياه عامه. وهتكتشفي بقى ساعتها ان انت قويه فعلا، ومش محتاجه ان حد يصلحك او ان حد يعني ينقذك، لان انت قويه فعلا. والله العظيم ما في واحده مش قويه وتقدري تساعدي نفسك بنفسك. بس الفكره ان احنا بنحبط نفسنا بنفسنا. انت اللي بتفضلي تقولي لنفسك لا انا مش هقدر، لا انا اصلا ما عنديش زي اللي عندهم، اصلا هم عملوا وانا ما عملتش. والله ما كده. الفكره كلها انك انت محتاجه تدعمي نفسك بنفسك. ادعمي نفسك بنفسك واسالي ربنا الاستعانه بالله سبحانه وتعالى، والله هيعينك. فاهم خطوه انك انت تسالي نفسك الحاجه اللي انا عايزه اعملها دي ليه. يعني ايه الدافع اللي بيخليكي مثلا تعملي الحاجه دي؟ ايه الدافع اصلا اللي هيخليكي تغيري من حياتك؟ لازم عندك دافع قوي. يعني لو انت مثلا مثال مثلا انت عايزه تسافري سفريه حلوه، طيب السفريه دي محتاجه مني مبلغ كبير جدا، والمبلغ ده انا مش هينفع اوفره دلوقتي لان انا مثلا عندي التزامات كتير. طيب هل انا هعرف اقرص على نفسي في المصاريف مثلا او في اي حاجه، او في دخل مثلا بيدخل لي هعرف اقرص عليه عشان اروح السفريه دي؟ وهل هي فعلا بقى يعني بالنسبه لي حاجه قويه قوي وانا فعلا مستعده ان انا ازنق على نفسي الكام شهر دول عشان اعرف اطلعها؟ لو انت حسيتي انه فعلا السفريه دي هتبقى فارقه معاكي وهتغير نفسيتك وكده، هتعملي ايه؟ هتعملي كده، حتى هتزنقي على نفسك لغايه لما تحوشي المبلغ وتطلعيها. ليه؟
علشان دي هتغير لي المود، دي هرجع بني ادمه تانية، هعرف انتج اكتر من اللي انا بعمله ده 100 مره، صح كده؟ فهي دي الدوافع، ان انت يبقى عندك هدف وانت عارفه انت عايزه توصلي للهدف ليه. يعني انا عايزه اوصل للحاجه دي، هوصل لها، وانت لو قلتي انا هوصل هتوصلي. انت بقى اللي بتقرري. لو قلتي انا فاشل يبقى انت فاشل، خلاص انت اللي قررت. ولو قلتي انا ناجحه، انت برضو قررتي ان انت تنجحي. اي نعم ممكن تفشلي وممكن تقعي، بس ينفع تقومي تاني. فهي دي الفرق ما بين اللي بيستسلم وما بين اللي بيقول لا انا مش هستسلم. فدايما عشان توصلي لحاجه خلي عندك دوافع قويه، خلي عندك اراده، خلي عندك انك انت هعملها يعني هعملها. فالواحد لو قرر وعزم كده ان هو يعمل حاجه هيعملها، صدقيني. بس لازم تعافري، ولازم ما تيأسيش، ولازم تستمري، ولازم تنضبطي. يعني مفيش حاجه بتيجي هوب كده، دي مفيش يعني صدقيني هوب دي مفيش خالص. طيب حبايبي، دلوقتي خلاص كده هنختم الجزء ده، الحمد لله كده يعتبر لخصت لكم اكتر الجزء. يا رب كده يكون كان خفيف عليكم وفهمتوا مني. انا حاولت ان انا ابسطه والله بطريقتي، يعني يا رب تكون خفيفه. طيب هنسأل شوية أسئلة، وانتوا بقى هات ورق وقلم اللي عايز يستفيد أكتر طبعا، وأسألك الأسئلة دي وانت اسأليها لنفسك، والإجابات بقى اكتبوها لي في التعليقات بقى عشان نستفيد مع بعض ونراجع مع بعض. أوكي؟ طيب أول سؤال، إيه هي الحاجة اللي اتخلقتي عشان تعمليها؟ ده سؤال الأول. طيب السؤال التاني، بتقضي وقت فراغك في إيه؟ تالت حاجة، ايه الحاجة اللي بتبقي مبسوطة وانت بتعمليها لدرجة ان الوقت بيعدي عليكي كده من غير ما تحسي؟ السؤال الرابع، ايه الهدف من حياتك وانت عايشة ليه؟ وايه اللي فعلا عايزاه من حياتك وليه؟ اهم حاجة سؤال ليه ده هو اللي هيكشف لك كل حاجة. الليه دي هي الاساس. خامس حاجة، ايه هي الحاجة اللي بتحلمي انك تعمليها في يوم من الايام؟ وايه الحاجة، تمام، ده السؤال الخامس. والسادس بقى، ايه الحاجة اللي لو ضامنة انك انت هتنجحي فيها 100%، وتخيلي كده ان مفيش عوائق لا ماديه ولا ضيق وقت ولا كده، كنت هتحبي جدا ان انت تعملي الحاجه دي؟ اسالي نفسك كده وجاوبي على الاسئله دي. السؤال اللي بعد كده، هل في حد تعرفيه او بتحبيه وبيعمل نفس اللي نفسك تعمليه؟ يعني حد ناجح في الحاجه دي وانت بتحبيه وتعرفيه. هل في حد كده في حياتك وفعلا انت حابه توصلي اللي هو وصله؟ طيب هل الناس اللي حواليكي بقى، الدايره اللي حواليكي، ايه نظامها؟ هل هم بيخرجوا فعلا احسن ما فيكي، ولا هم فعلا اللي بيطلعوا العفريت اللي قاعد جوه؟ شوفي بقى انت فين يعني. وهل انت بقى الناس اللي حواليكي دي عملتي ايه بقى قبل كده عشان تحسني من الوضع ده؟ اسألي نفسك برضه. وهل انت شايفة انك انت تستحقي فعلا حياة سعيدة وحياة مليانة سعادة فعلا ولا لا؟ طيب ايه اكتر مشكلة بتواجه العالم دلوقتي من وجهة نظرك، ولو اتحلت الناس كلها هتبقى حياتها احسن؟ اكتبي برضو ايه ده. لو عرفتي دلوقتي ان حياتك هتنتهي قريبا هتعملي ايه، وهتندمي انك ما عملتيش ايه؟ اكتبي برضو بصي اجوبة الاسئلة دي ان شاء الله هتنفعك وهتفتح لك مدارك في مخك كتيرة وجميلة جدا، يعني هتساعدك. واخر سؤال بقى وهنختم بيه الحلقة ان شاء الله، لو بتفكري دايما في المستقبل، هل عندك استعداد ان انت تطلعي احسن حاجة عندك، احسن ما عندك يطلع، نسختك الافضل تطلع منك؟ هل عندك استعداد لده ولا لا؟ ويا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم ان شاء الله. وما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، لايك لايك لايك. وان شاء الله ان شاء الله يكون بإفادة عليكم كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد.